احنا كلنا جايين شاركك اليوم. رقصوا على المزمار وركبوا حصان وحمار في أجواء مليانة فرحة هستيرية. حصل فرح المعازيم في ميكس سعودي على مصري على أرض الصعيد في أسيوط. فرح فارس ابن عم حسين أثبت إن الجدعنة ملهاش بلد ولا جنسية، وده بعد ما البلوجر أبو ريان السعودي جمع الجروب بتاعه وسافروا من جدة علشان يوجبوا مع عم حسين غفير المزرعة بتاعته. لقطات كتير أشعلت الفرح خلته يكون ترند على السوشيال ميديا من أجواء كوميدية وإنسانية وفرحة كبيرة بقى ليها شكل وطعم بعد ما أبو ريان جمع الشباب وقال لهم يلا على الصعيد نحضر فرح ابن عم حسين. تعالوا نشوف كانت إيه الكواليس. الفرح اتحول وبقى ميكس سعودي مصري في أسيوط بالصعيد احتفالا بفرحة فارس ابن عم حسين غفير مزرعة البلوجر السعودي أبو ريان. أبو ريان جمع الجروب بتاعه ما بين مصريين وسعوديين وجم من جدة لمصر راحوا الصعيد وتحديدا ريف أسيوط علشان يفاجئوا عم حسين زي ما وعدوه ويحضروا فرح ابنه فارس ويوجبوا معاه، وكمان بقوا يحمسوه انه يتجوز هو كمان. أبو ريان وثق كل لحظات الفرح من أول ظهور الشباب وهم لابسين البشت الجديد اللي جايبينه مخصوص علشان خاطر عم حسين، مرورا بأجواء الفرح والاحتفال وفرحة عم حسين اللي كان في عالم تاني من انبساطه. وفي أجواء مليانة بالفرح والاحتفال الجروب توغل داخل الفرح وما خدش وقت علشان ينسجم، وعملوا أجواء خيالية وأشعلوا الفرح ما بين فقرات غنى وشعر ورقص، العرضة السعودية شوية ورقص مصري صعيدي أصيل. الكل نسي الثقافات المختلفة وإنهم من بلد تاني بأسلوب حياة تانية. ركنوا كل ده على جنب وكلهم اجتمعوا علشان يفرحوا عم حسين غفير مزرعته في جدة وابنه العريس. وأبو ريان السعودي والجروب بتاعه رفعوا راس عم حسين زي ما قال لهم، لكن كان ردهم إن راسه دايما مرفوعة وربنا يديم فرحته. لقطات الفرح كانت خيالية فيها الفرحة والضحك من القلب، وحضروا ناس كتير مشهورة وظهر شباب من بلبن وزعوا شنط على المعازيم وقعدوا يرقصوا وعملوا أجواء مختلفة في الفرح. وكان في فقرات بالأحصنة والحمير. شباب من جروب أبو ريان السعودي ركبوا الحصان والحمار وكانوا منسجمين والكل نسي نفسه واندمج في الفرح اللي فضل مطول لحد الصبح. وأبو ريان علق عليه إن مفيش نوم النهاردة. الشباب السعودي شاف إن الأفراح في الصعيد أحلى من الأفراح العادية والأجواء الشعبية غير ومختلفة، واللي زادها اختلاف هي الفرحة اللي من القلب. مفيش واحد من الجروب ما رقصش مع عم حسين، وطلعوا على المسرح مسكوا المايك وقعدوا يغنوا له وقالوا أشعار سعودية كمان. وبعد ما كانت الأغاني السعودية بتخلص بتلاقي بيرقصوا بعدها على المزمار البلدي ومهرجانات مصرية وأغاني لمحمود الليثي وغيره كتير. وكان في ميكس تحس إنهم إخوات من زمان مش من بلدين بثقافات مختلفة. عم حسين شكرهم كتير وحس بفخر إنهم سافروا مخصوص للصعيد علشانه، وجه دور إنه يرد لهم جميلهم. وبعد الفرح تاني يوم قدم لهم واجب الضيافة واستضافهم في ريف أسيوط الصبح، عمل لهم بيض وجبنة وعسل وطحينة وفطير مشلتت وقعدوا ياكلوا وهم آخر روقان وانبساط. وكانت ليالي من جدة لأسيوط مش هتتنسي في ذاكرة كل واحد حضر الفرح.